سلام بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، الصحه بخير. عواشكم بروكا، الله يدخل عليكم بالصحه والسلامه باش ما تمنيتو ان شاء الله. وكنرجع لكم من جديد في هذه الحلقه باش نقدم لكم اسهل وابنن والذ معلكه كليتوها في حياتكم، وسهله لكل المبتدئات وسريعه ناجحه 100%. خاصك غير تزعمي وتجربيها. اقتصاديه وسريعه وسهله، 10 دقائق توجديها. أعزائي وعزيزاتي المشاهدين، المقادير كما كتشوفون قدامكم. كنحتاجو ملعقة ونصف من الكليكوز أو 2 معالق كبار ديال المربى السائل ديال الحلويات. كما كتشوفوا نص ملعقة صغيرة جدا ديال موكا من قهوة سريعة الذوبان، وكذلك 2 ملاعق كبار ديال الكاكاو المر. انا عملت هنا ملعقه كبيره ديال الكاكاو المر وملعقه كبيره ديال الكاكاو كوبيل الحلو. وكنحتاجو كذلك 1/4 ديال الكوك، 250 غرام ديال الكوك الميدم سبيسيال ممتاز. وكنحتاج كذلك 1/4 ديال الكاوكاو البلدي المحمر بقشورو، ملاحظه ماشي محمر بزاف، غير نصهدوه في الفران يضربوا غير هذاك الصاد باش تحيد منه الرطوبه، وكنطحنوه حتى كنحصلوا عليه مهرمش رقيق، ما نطحنوش يولي غبره. كما كتشوفوا 2 خمارات، و الا حبيتو تضيفوا فاني ضيفوه. كما كتلاحظوا ورابعه ديال السكر كلاصي، يمكن لينا نقللوا نسبه السكر او نزيدو حسب الذوق ديالكم، ولكن ما نفوتوش رابعه. كنخلط جميع العناصر سيداتي سادتي في الوعاء ديالنا، كل المواد الجافه. كنضيف الخمارات حتى هما بجوج، وكنضيف ملعقه ونصف من الكليكوز، او نقدروا نستعملوا ايضا 2 ملاعق ديال المربى السائل خاص بالحلويات. وبطبيعه الحال ما ننساوش قرصه الملح لتصحيح الذوق. نضيفوا خمارات. الا حبيتوا تضيفوا شي نكهه محدده بحال الناطا او مذاق ديال نكهه الكابتشينو او نكهه الكراميل، يمكن لكم تضيفوها وتستغنوا على نيسكافي او قهوه سريعه الذوبان، ولكن ضيفوها تدريجيا. ضيفوا 2 اولا ونخلطوا. من يبان لينا باقي ما تجمعش نضيفوا البيضه الثالثه. كنضيف البيضه الثالثه كنخلط. غادي نلاحظ بان كما تلاحظوا كذلك نتوما بان الخليط بقى ناشف. غنضيف البيضه الرابعه. ديما ضيفوا 2 بيضات اولا ومن بعد البيضه الثالثه والرابعه تدريجيا. تقدروا البيضه الرابعه تضيفوا فيها غير النصف ديالها فقط، وتقدر تكملوها على حسب الخليط اش امتصها او لا. كنضيفوا البيضه الرابعه وكنمزجوا، وكنضيفوا كذلك 3 ملاعق كبار ديال ماء الزهر الممتاز باش نعزوا المذاق. نتوما كتعرفوا الكاوكاو والكوك والكاكاو كيجي زوين بزاف مع مذاق ديال ماء الزهر. 2 عواشق ديال ماء الزهر الى 3 عواشق كنضيفهم، وكنبدا نعجن مزيان وندلك مزيان الخليط باش الكوك اللي عندنا يطلق الزيت ديالو. هذه الطريقه اللي خاصكم تبعوها باش تحصلوا على معلكه لذيذه وناجحه 100%. اعزائي وعزيزاتي، من بعد ما دلكناها مزيان نخليوها ترتاح واحد 5 دقائق الى 6 دقائق. في هذه الاثناء نكون وجدنا الطبسيل ديال حدانا، نديرو فيه سكر كلاصي سبيسيال خاص بالحلويات الممتاز. كندهنو يدينا بشويه ديال الماء الزهر باش يسهل العمليه
ديال تكوير الكرة ديال المعلكة. كنلاحظ بان الخليط تشرب شويه، تشد فراسو. نعمل كويرات كنحطهم في السكر كلاصي حتى كنكمل الكميه اللي عندي. نغسل يديا ونمسحهم بفوطه مزيان نشفهم، و نكور الغريبه بالسكر كلاصي ما بين الكفين ديالي، ونخلي السكر كلاصي يكون زايد في الطبقه العلويه ديال الغريبه، حيت باقا تشقق الا دخلت الفران. بعد ما مسحنا يدينا ونشفناهم مزيان من الماء، كنقاد السكر، كنكور الغريبه ديالي ونغطيها بالسكر الثقيل، ونستفها على صفيحه بها ورق الزبده. كنكونوا سخنا الفران ب10 دقائق من قبل على نار مجهده، وكندخلوها الفران. العافيه تكون على الوجه ديالها، ونقصوا النار، تكون النار مهيله، والفرن يكون سخون من قبل ب10 دقائق من قبل. نقصوا النار وندخلوها لمده 5 دقائق، ما نحلوش عليها حتى تشقق مزيان. من بعد 5 دقائق كنطلعوها الفوق. 5 دقائق اخرى تكمل الطياب ديالها على نار مهيله بطبيعه الحال، ثم نخرجوها. ما نطولوش لها الطياب، ما نفوتوش 10 دقائق باش ما تقصاحش وما تنشفش وتصدق لينا 100%. هذا هو السر ديال النجاح ديالها. وما نحيدهاش من ورق الزبده حتى تبرد تماما، حيت كتكون رطبه بزاف تقدر تهرس لينا. لذلك نخليوها حتى تبرد مزيان عاد باش نزولوها من ورق الزبده ونحتفظوا بها في شي بواطه. عندكم كما كتشوفوا معلكه ولذيذه ودغيا تهرسات. كنتمنى الفيديو عزيزاتي المشاهدين ومشاهداتي يعجبكم، وكنشجع المبتدئات يجربوها حيت غتستقليهم 100%. تحية مني إليكم من القلب، وعواشركم مبروكة. غيدخل عليكم الصحة والسلامة باش ما تمنيتو. دعموا قناة الأخت زينب جيدا باش نقدم لكم الجديد والمزيد.